أنه لن يتم إلغاء نتائج امتحانات شهادة البكالوريا رغم مسلسل تسريب المواضيع الذي طال عدة مواد ومطالب النقابات بتنظيم دورة ثانية. وقالت الوزارة في بيان أن نشر مواضيع امتحانات البكالوريا مس شعبة العلوم التجريبية، ومن ثم 3 شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة، مؤكدة أن غالبية المترشحين فضلوا الاعتماد على جهدهم الخاص وعدم الاهتمام بالمواضيع المسربة، ولهذا تقرر من باب الأولوية ترك السير العادي للاختبارات. متابعة في الموضوع مع مريم حانوتية. احتجاجات بالجملة، تسريبات لمواضيع الامتحانات من هنا وهناك، تشكيك في مصداقية بكالوريا 2016. رغم كل هذا وسلسلة الانتقادات التي طالت وزارة التربية والقائمين عليها، إلا أن وزيرة القطاع نورية بن غبريط ترافع في بيان عن نجاح السنة الدراسية، نجاح حصره بيان الوزارة في الكم دون الكيف، واعتبر أن أزيد من 3 ملايين ونصف مترشحا ما بين توظيف الأساتذة وامتحان إثبات لمستوى التكوين والتعليم عن بعد والامتحانات الوطنية لنهاية السنة هو النجاح بعينه. وفيما يتعلق بحديث الساعة، تسريبات مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، أوضحت الوزيرة أنه على إثر التحريات تم التأكد من مطابقة المواضيع التي تم تداولها في الساعات المتأخرة من ليلة كل امتحان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع المضامين الرسمية لاختبارات نهاية التعليم الثانوي المقررة. كما أبرز بيان الوزارة أن تسريبات مست شعبة العلوم التجريبية و3 شعب أخرى لها مواد مشتركة مع هذه الشعبة، وتم التعرف على أكثر من 15 صفحة فيسبوكية متورطة وضبط 150 حسابا على موقع التواصل الاجتماعي لكنها متمركزة بالخارج. بيان وزارة التربية رأى أن غالبية ما تم تسريبه في البداية كان مغلوطا، أما باقي التسريبات لم يهتم بها جل المترشحين الذين فضلوا العمل والاعتماد على النفس وعلى